محمد اشرف بن شرقي لاعب الزمالك الجديد اللي خلاص وقع وخلص. اتفرج معايا كده على اللعيب ده بيفكرني فعليا بامام عاشور في بداياته، والقدر برضه بيقول ان امام عاشور كان طالع برضه من غزل المحله وراح حرس حدود وجه الزمالك، واللعيب ده فعليا هو في غزل المحله واتفرج عليه. هو والكره معاه مرعب، يعني حتى قدام الفرق الكبيره زي ما انت شايف الاهلي. هو كان مصدر الخطوره في غزل المحله من تسديدات ومن تمرير، بيعدي بسهوله من اي حد. بص الكرة دي بيعدي من اتنين ويخترق. محمد اشرف لعيب بجد، لعيب جامد جدا. تعال نشوف بقى مزاياه، والكرة تحت رجله هو يقدر يعمل ايه، يقدر يتنقل بالكرة ازاي. بص الكرة تحت رجله عاملة ازاي. هو مش هايب اي حاجة، هو بيعرف يستلم تحت ضغط، ويعرف ويسدد كمان زي ما انت شايف، وحتى هيدر شغال، بيشتغل على الهيدرز كويس. الكرة بص التشيب باس ده، يعني مش عارف، هو عنده رؤية كبيرة جدا. صدقني بيفكرني فعلا بإمام. وبص جري كسب ملعب، لعب باص كويس بسيط سهل، ولكن كورته حلوة. يعني بص الكرة دي من الوينج، استلم من الباك وراح حطها هو في الجون. ده كان لما كان لسه في بالقاس تقريبا، شغال بشماله ويمينه وراس. يعني هو بصراحة بص الارتقاء بتاعه عامل ازاي، فهو لعيب يعني هيفيد الزمالك جدا. انا شايفه من اهم الصفقات لو تمت، وهو خلاص بيقولوا تمت ووقع. وكان في عرض ليه من بيراميدز، الاهلي انسحب من الصفقه لما هو اختار الزمالك. هو شايف ان فرصته في الزمالك هيلعب اكتر، ولكن لعيب جامد جدا. بص الكره دي، اتفرج معايا. بص هو عارف يمشي بالكره ازاي ويغير تغيير الملعب. بص بالمقاس. هنا بص دي كمان، يا سلام. وقادر يتحرك بالكره ويقطع مسافه بعيده. وبص الباص ده بقى، بص الباص ده بقى، ما يعملوش الا معلم، ما يعملوش الا معلم. وبص التعديه دي، والله صفقه مكسب للزمالك كبيره جدا. تحت ضغط يا باشا، ما عندوش مشكله، ما عندوش مشكله، يعدي عادي، يعدي من اي حد وفي اي وقت. بص الكره دي، اتفرج معايا على الكره دي. انت متخيل اللعيب بيعدي من قد ايه ويسدد فين، وجول، وجول. لعيب خرافه، لعيب خرافه.